انتوا بالإسلام نعم تفضل من اسأل. واحد يطلق مرته شلون يقدر يرجعها؟ الطلاق الأول ولا إذا 3 طلقات؟ 3. طيب، طبعا أنت تحاولين تلمحي لموضوع المحلل وهذه الأمور. أولا، الإسلام حافظ جدا على كيان الأسرة. نعم أباح الطلاق، ولكن جعله في حالات الضرورة وفي حالة استحالة العشرة، ولم يجعله من المستحبات. ولذلك الإسلام كان شديدا في موضوع الطلاق، لأنه يعلم أن كثيرا من الرجال متساهلون في هذا الموضوع. كلما غضب قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو كلما فعل شيئا سأطلقك وسأطلقك. لذلك الإسلام حفاظا على المرأة ضبط الرجل ب3 طلقات. تمام؟ فإذا طلقها المرة الأولى من حقه أن يعيدها إذا كانت في العدة، أما إذا تجاوزت العدة فلا بد أن يعمل عقد جديد ومهر جديد. والطلقة الثانية كذلك إذا طلقها مرة أخرى في أثناء العدة من حقه أن يعيدها، وفي إذا تجاوزت العدة نفس الشيء، يدفع مهر ويعمل عقد جديد. تمام؟ لكن إذا طلقها المرة الثالثة فهنا الإسلام منع هذا الرجل أن يعيد تلك المرأة مرة أخرى، ووضع أمرا في غاية الصعوبة، ألا وهي لا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا آخر. وهنا أنت شبهتك. طبعا أنت واخذة من الأفلام والمسلسلات المجرمة، سواء عادل إمام أو المسلسلات الأخرى السورية وغيرها، هؤلاء الذين شوهوا هذه القضية في عقول النساء والرجال، قضية المحلل. فيروح لما يطلق زوجته 3 يتفق هو وصاحبه، يلا أعقد عليها هكذا ساعات، بعدين طلقها وترجعها لي. هذا الكلام يا إخوة محرم شرعا. معقولة؟ والذي رأيناه في الأفلام كذبون مشوهون للإسلام، يعني إذا رجل طلق زوجته 3 طلقات، يعني طلقها ورجعها وطلقها المرة الثالثة، هل يتفق هو وصاحبه أو يتفق هو وشخص ثاني يعقد على زوجته وبعدها يطلقها؟ فيش هذا الكلام في الإسلام. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى؟ ركزوا، ماذا سمى الشخص الثاني اللي هو يتزوج وبعدين يطلق؟ يعني لو واحد مثلا طلق زوجته 3 طلقات وكلم صاحبه وقال له اعقد على زوجتي ليلى وبعدين طلقها، الثاني هذا تعرفوا ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ تيس مستعار، باللفظ هكذا في الحديث. طيب كيف يرجعها إذا طلقها 3 مرات؟ اصبري حتى انتهي، لا تقاطعني حتى انتهي. سماه يا إخوة تيس مستعار. شوف اللفظة ايه، هذا اللي بيشوفوه في المسلسلات والأفلام، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس مستعار بقذارته، يستعيروه، تعال يلا اعمل كذا واعمل كذا. فهذا الفعل حرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، المحلل والمحلل له. تقدر تشرح لي في دينك كيف يرجعها؟ ليش؟ اسكتي، ما هو كان سكتي حنشرحه لك، ما عادش تكلمي، اسكتي. لازم يعني الواحد يهزبك؟ شنو هذا؟ لذلك أيها الإخوة هذا الأمر محرم شرعا. طيب كيف الموضوع؟ إذا ما معنى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ ما معنى ذلك؟ المعنى يا إخواني لما الرجل يطلق زوجته 3 مرات، من الآخر نسبة 95% ينساها هذه المرأة، ينساها تماما. ليش؟ لأن المقصود بها خلاص طلقها، صح؟ انتهى الأمر، انتهى. ليس مطلوبا من طليقها أن يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، لا، إنما هي تبقى في بيت أبيها أو في بيتها أيا كان. إذا جاء رجل وطلبها للزواج، إذا جاء رجل بدون اتفاق مع زوجها السابق، جاء رجل وطلبها للزواج، تقبل به وتتزوجه. هل مطلوب منه يتزوجها يوم ولا يومين وبعدين يطلقها؟ حرام، تعيش معه، هذا هو زوجها خلاص. الثاني هذاك السابق تنساه تماما، تعيش معه ويدخل بها ويفعل ما يفعل كل الأزواج وتستمر حياتهم. في حال توفي مثلا ذلك الزوج
أو طلقها بدون اتفاق مع الزوج السابق، عندها من حق الزوج الأول الزوج السابق أن يطلبها للزواج من جديد. فهمتم كيف الفكرة؟ يعني هي تتزوج ذلك الرجل الذي جاء وطلبها للزواج بدون معرفة أو اتفاق، مش معرفة، بدون اتفاق مع الزوج السابق، تمام؟ وتعيش حياتها معه، خلاص هذا هو زوجها. الثاني الأول هذاك تنساه. في بس حال عادي اللي عارفه. اللهم صبرا يا الله. تعالوا للنصرانية كما في دينها. هل تعلموا يا إخوة أن المرأة المطلقة في دين النصارى غير مسموح لها أبدا أن تتزوج؟ بل الرجل الذي يتزوج مطلقة وفقا لنص إنجيل متى فإنه تزوج من تزوج مطلقة فإنه يزني. تخيل. طيب لماذا هذا؟ طيب في مطلقات مثلا، في مطلقات فعلا ظالمات، ما عندنا إشكال في ذلك، لكن في مطلقات مظلومات، في مطلقات مظلومات. ليش أنت يا شرع يا نصراني، الشرع النصراني تبيح هذا الأمر وتجعل أن الزواج من المطلقة زنا؟ طبعا هم أساسا ما عندهمش طلاق النصارى إلا لعلة الزنا أصلا، إلا لعلة الزنا. والله العظيم يا إخواني اسمعوا مني هذه الكارثة، اسمعوا مني هذه الكارثة. طبعا النصارى ليس عندهم طلاق إلا لعلة الزنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحق لك أن تطلق زوجتك في النصرانية إلا إذا زنت فقط، ولا يحق لك أن تطلب الطلاق إلا في حال زنيت أو زنى هو، واحد من الاثنين، تمام؟ هذا بنص إنجيل متى، والشريعة معروفة في الكنائس التقليدية. والكاثوليك ما عندهم طلاق أساسا. الكاثوليك طبعا منعين تماما، الكاثوليك عندهم ممنوع تماما الطلاق، والأرثوذكس عندهم الطلاق لعلة الزنا. طبعا هم أقرب الكنائس صوابا في هذا الموضوع اتباعا لكتابهم للأرثوذكس، لأن فعلا كتابهم يمنع الطلاق إلا لعلة الزنا، تمام؟ المهم، فإذا النصرانية تمنع الطلاق تماما إلا في حالة زنا واحد من الزوجين. طبعا في أزواج وفي زوجات من النصارى يريدون الطلاق لكن مش عارفين، خاصة أزواج، في كثر أزواج نصارى يريدون تطليق زوجاتهم، يعني مشاكل واستحالة عشرة وأسباب كثيرة، تمام؟ فهنا هي خلاص تورطت معه وهو تورط معها. تخيلوا النصارى ماذا يفعلون لأجل أن يطلقوا. والله امرأة نصرانية تشتكي على التلفاز، تشتكي من زوجها. تخيل ماذا فعل زوجها عشان يطلقها. تخيلوا ماذا فعل. تحكي هي بلسانها هكذا النصرانية، قالت: فوجئت موجودة في بيتي، تلك المرأة موجودة في بيتها، وإذ بباب البيت يفتح. فطلعت، طبعا هي متوقعة زوجها، ففتحت باب غرفتي وإذ بي أجد رجلا غريبا فتح باب البيت وخلفه زوجي، فأدخل ذلك الرجل وفتح الهاتف ليصورها معه ليثبت في المحكمة أنها زانية فيطلقها. والله العظيم يا إخوة موجود الفيديو. يعني جايب لها رجل غريب ليزني بها من أجل أن يصورهم، فيذهب إلى المحكمة ويقول: في طلاق لعلة الزنا، تفضلوا، أريد تطليقها لأنها قد زنت. أنتم متصورين؟ طبعا هذه حالة من الحالات. ليش؟ بسبب التشريع النصراني اللي مانع الطلاق، في أسباب كثيرة. والله مرة شفت مقطع لمحامي نصراني. المحامي النصراني يا إخوة ماذا يفعل؟ ماذا قال؟ عفوا، المحامي النصراني قال: بتجيني حالات شكاوى من نساء نصرانيات لما يكون زوجها في الغربة، ويتصل بها فيديو، تمام؟ يتصل بها فيديو ويخفي وجهه ويمارس مع زوجته الجنس على الفيديو، لكن يخفي وجهه، وطبعا هي زوجها فأظهرت وجهها وأظهرت كل شيء، ويروح مسجل هذا الفيديو ويخضع على المحكمة، يقول: شوفوا تلك المرأة التي تزوجها تزني مع رجل آخر، فبالتالي عندي سبب لطلاقها. والله العظيم هكذا يحدث.